السلام عليكم. سنتحدث اليوم عن شيء أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد تعرفونه، إنه الصمغ العربي. والآن ستخطر على بالكم أسئلة كثيرة. دعوني أخمن. ما هو الصمغ العربي؟ الصمغ العربي يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، وسأخبركم بعد قليل في ماذا يستخدم. الصمغ العربي يستخرج من جذع شجرة تسمى الصنت، وتتواجد بكثرة في موريتانيا، نيجيريا، بنغال، والسودان. وهكذا نكون حصلنا على بعض المعلومات عن ما هو الصمغ العربي. سنتحدث الآن عن فوائد الصمغ العربي. الصمغ العربي له فوائد كثيرة لعلاج الأمراض، مثل مرض السكر، أمراض الكلى والكبد، والقولون، والسمنة، والبشرة، وأمراض المفاصل والعظام، وأمراض أخرى. أولاً، الكلى. يساعد الصمغ العربي أمراض الكلى، مثل خفض نسبة الكرياتينين في الدم، وهي المادة التي ترتفع نسبتها في الدم عند الإصابة بالأمراض الكلوية، وتحسين وظائف الكلى، والتخفيف من حدة الأمراض المصاحبة للفشل الكلوي، مثل ارتفاع ضغط الدم والالتهابات وغيرها. ثانياً، مرض السكر. يساعد الصمغ العربي على تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على ألياف. ووجد أن الصمغ يساعد على الوقاية من العديد من مضاعفات مرض السكر، ويمكنه أيضا الوقاية من الإصابة بمرض السكر، حيث أنه يساعد على تنظيم عادات الطعام والتقليل من الكميات التي يتم تناولها، حيث أنه يسبب الشعور بالشبع. ثالثا، القولون. يساعد الصمغ العربي القولون، فيعمل على تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء. يتميز الصمغ العربي بمحتواه الغني بالبروتيك، حيث تحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتسهم في تحقيق الموازنة بين البكتيريا الضارة والنافعة، ويخفف أعراض القولون العصبي، ويصنف ضمن السكريات قليلة التخمر. الآن عزيزي المشاهد، أرأيت فوائده العديدة؟ فهو متوفر بكثرة عند ياسر محمود، وأيضا يملك أول علامة مسجلة بالجزائر. إذا أردت الحصول عليه فأرسل له على رسائل الصفحة.